يا مساء السعادة، يا مساء السكر الزيادة، يا مساء السرور، يا مساء الهنا، يا مساء كل حاجة حلوة على عيونك يا ست الكل. أهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوة أكلنا. لو أول مرة تشوفيني أنا اسمي ندى الحديدي، وطبعا أتمنى تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وبرضه أتمنى إن وصفتين النهاردة يكونوا يعني ظراف كده ولطاف ينوروا رضاكم، وأكون خفيفة على قلوبكم. النهاردة هنعمل وصفتين لازم تكون المكرونه البشاميل في اي عزومه موجوده، لازم تنور كده السفره. لان هي برضو يعني بجد يعني هي نص العزومه عشان تعرفي يعني. وكمان هعلمك يا ست الكل ازاي تعملي البشاميل بطريقه سهله، بطريقه كده على البارد، عمرها ما هتكلكع معاكي ويطلع طعمها حلو وكريمي وسكر كده. والصينيه التانية بنفس مكونات المكرونه البشاميل هنعمل صينيه بطاطس باللحمه المفرومه بالبشاميل، حاجه كده خطيره يا جماعه. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنجيب حله حلوه كده وظريفه ولطيفه وننزل فيها بالماده الدهنيه، اي ماده دهنيه انت تحبيها، زيت، زبده، سمنه، اللي انت عايزاه. وبما ان اللحمه غاليه فهتكتري البصل والفلفل وتومتين حلوين كده، وفي الكبه ضربتين ظراف لطاف، وتنزلي على الماده الدهنيه. انا تقريبا حاطه 3 بصلات كبار على نص كيلو من اللحمه المفرومه، هيديكي كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه يعني، يعني بلاش تمام. انا هدبل البصل بس، مش هديله لون خالص، هدبله مش اكتر. هتنزلي باللحمه المفرومه وتفرفريها كده زي ما انتم شايفين. طيب تعالوا بقى ننزل بالبهارات بتاعتنا. بهاراتنا هتحط ملح حلو كده، وهنزل كمان عليها بشويه سكر صغيرين يسكروا لك اللحمه بتاعتك كده مع الملح، تبقى طعمها خطير يا جماعه. فلفل اسمر، وده لازم مع اللحمه المفرومه لان بيبقى فيها سنه زفاره، لازم نوديها باي باي. تمام. طبعا ده السكر، وحطينا شطه، وهنحط كمان عندي هنا بابريكا، بس بلاش المدخنه، المدخنه دي بقى مع الفراخ من الحاجات المشويات والكلام ده. وحبه هنا مطحون، وهنحط كمان جوز الطيب رشه كده ظريفه، لو مش عايزه بلاش خالص. هنقلب التقليبه تمام. انا كنت ناسيه حاجه هحطها دلوقتي، بس ثواني. البهارات، بهارات لحمه كده، تقريبا رشه بسيطه كده تدي طعم وريحه حلوه للحمه المفرومه. اهي دي البهارات بتاعتنا. حلو كده حلو كده. هننزل عليها ب3 معالق صغيرين من الصلصه الجاهزه اللي هي البيوريه، وكمان هتكوني مقطعه طماطمايه كده مكعبات صغيره، ورميها في وسط الايه، اللحمه. هتدي تسكيره حلوه جدا للحمه بتاعتنا، وتديها لون حلو جدا. هديها تقليبه. في ناس يقولوا ادام خلاص اتقلبت وما عادش فيها ميه او سوائل خلاص كده اتعصبت، لا، انا لازم احط كده كوبايه من الميه واسيبها تشكشك مع نفسها كده على النار، اطمن من جواها انها استوت كده خلاص. وصلت للمرحله انها استوت خلاص زي الفل، واللون بتاعها خطير وزي الفل. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنرتب المكرونه بالبشاميل. في طبعا ناس بيحبوا ان هما يقلبوا المكرونه في البشاميل والكلام ده كله، انا لا، انا ضد هذه الفكره بتاتا. يعني انا بصوا بحس ان انا نفسي بتموع لما اجي اكلها. احب احط المكرونه زي ما هي، زي ما انتم شايفين كده، مسلوقه 3/4 سوا، وبعد كده هنزل باللحمه المفرومه، وبعد كده هحط مكرونه فوق تاني، وبعد كده هنزل بالايه، بالبشاميل بتاعي. طبعا انت حرة، عايزة تقلبيها في شوية بشاميل او تحطي شوية بشاميل في البشاميل في الصينية من تحت، دي حاجة تخصك انت، حاجة براحتك، كل واحد وليه ذوقه في الاكل. انا ده ذوقي في الاكل، وكل بيحلب في المكرونة بتاعتي، والكل بيحب ياكل المكرونة بتاعتي. طيب دي صينية المكرونة. دلوقتي هاجي اعمل ايه؟ هعمل بقى صينية البطاطس اللي انا قلت لكم عليها. صوابع بطاطس متحمرة زي الفل كده، وبعد كده هتنزلي عليها باللحمة المفرومة اللي انا برضو عاملاها للبشاميل. شفتي بقى، يعني نص كيلو من اللحمه المفرومه عملنا صينيه كبيره جدا، وكمان صينيه زي ما انتم شايفين بايركس كده برضو مليانه لحمه وزي الفل. وبعد كده هنزل برضو ب ببطاطس من فوق. حلو كده حلو كده. في ناس بتحب تعمل بشاميل الاول وتعصج اللحمه ومش عارفه ايه، لا، انا بعمل البشاميل في اخر خطوه، اخر خطوه خالص بعمل البشاميل. بحبه كده يكون سخن، وانزله على المكرونه من فوق فيقوم يدخل ويتغلغل في المكرونه. اما لو سبتيه شويه بيتقل، فده مش بحبه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ازاي البشاميل بتاعنا السهل الظريف اللطيف. عندي هنا لبن مغلي تقريبا كيلو ونص. بعد كده هتنزلي عليها بالملح وفلفل اسمر. انا ما بحطش اكتر من كده، ولا جوز الطيب بقى، ولا تحطي مرقه دجاج، ولا الكلام ده خالص. اسمعي الكلام، هيطلع معاكي بشاميل كريمي وطعمه خطير. وشويه من الماده الدهنيه، زيت، سمنه بلدي، زبده، براحتك.
هديها تقليبه حلوه واسيبه كده ايه ياخد ويدي على النار شويه. عندي هنا تقريبا مع كيلو ونص من اللبن. هحط هنا يعني تقولي 8 معالق من الدقيق، هتحطي عليهم كوبايتين من الميه او كوبايتين من اللبن او كوبايتين من الشوربه براحتك خالص، وهتقلبيهم تقليبه حلوه حلوه كده حلوه كده. اللبن بتاعي غلي، انزلي على طول بالدقيق والميه او الدقيق واللبن زي ما تحبي، وقلبي بقى، وتبتدي تقلبي على النار زي ما انت شايفه كده، على النار على النار لغايه ما هيتقل القوام بتاعه، وتاخدي شويه بشاميل خطير. بصوا اهي كده خلاص تقلت اهي وبقت زي الفل. القوام بتاعها حلو وكريمي وزي الفل، ولا كلكعت معايا ولا تضربي في الخلاط عشان لو حاجه كلكعت ولا حاجه، ولا الكلام ده خالص. هتنزلي بالبشاميل فوق المكرونه. عارفه ان انا رغايه شويه بس اعذروني، انا عايزه اقول لكم كل معلومه انا عارفاها. وهتفردي البشاميل بتاعنا. وطبعا اتاخرت عليكم شويه في تنزيل الفيديوهات لظروف خارجه عن ارادتي، وما بحبش اتكلم يعني في خصوصيات يعني، فكان ظروف خارجه عن ارادتي، فعشان كده ما كنتش بعمل فيديوهات ولا حاجه. بس لما رقت شويه قمت عملت فيديو. المهم بقى، هناخد حبه من البشاميل وهم سخنين كده، هتنزلي عليهم باي نوع جبن انت بتحبيه او ميكس جبن براحتك خالص، هتقلبيها لغايه لما تسيح. انا كنت حاطه موتزاريلا. وبعد كده تنزلي على البطاطس. صدقيني الطبق ده كفيل ان هو ينسيكي اي حاجه وحشه في الدنيا والله العظيم. ممكن تعملي الطبق ده بس وجنبه مكرونه مكرونه، او تعملي جنبه مثلا رز بالشعريه او رغيف عيش، وادعيلي اه والله. تاخدي الحلوين دول وتحطيهم في الفرن، طبعا كل حاجه مستويه معانا يعني، يا دوب تولعي الشوايه وتولعي البوتاجاز من تحت مع بعضهم كده لغايه ما ياخدوا لون حلو مع بعض. حاجه كده حلوه تشرفك في اي عزومه، تاكليها وتدعيلي وتاكلي صوابعك وراها براحتك يعني المهم يا ست الكل، لو عجبك الفيديو ونال رضاكوا، واتمنى طبعا تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس. ولو في اي يعني سلبيات في الفيديو او شايفه ان في حاجه ممكن انا اعدلها تقوليلي في كومنت، انا بقبل جدا اي انتقادات، ادام هتخلي القناه بتاعتي يعني ايه تعلى ان شاء الله. فبصوا بقى، ده البطاطس طعمها كان خطير خطير خطير. واللي هناك طبعا المكرونه، انا طبعا مش عارفه اقطع لان كان الستاند اللي انا بحط عليه الموبايل باظ، فكنت ماسكه بايدي. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع نادية الحديد. في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.